اهلا بكل حبايبي متابعيني. عامله معاكم النهارده تورتايه بسيطه ورقيقه وحلوه جدا زي ما انتم شايفين. دي تورتايه مناسبه لعيد ميلاد البنوتات. كان عيد ميلاد بنت اختي خديجه. كل سنه وهي طيبه طبعا. بصوا عامله لها تورتايه كده خفيفه، وزي ما انتم شايفين كده الطبقات. هعلمكم ازاي تزوقوا تورتايه بطريقه سهله جدا، مكونات بسيطه جدا من غير اي افتكاسات. خلاص، يلا بينا نبدأ بقى ونسمي الله. انا هنا معايا تورتايه سبونج، طبعا انتوا عارفين طريقة السبونج، وهكتب برضو المكونات تحت في الكابشن. خلاص، انا عملت التورتايه مقاس تقريبا 26، قسمتها كده لنصين. ودي الكريمة بتاعتي برضو عملتها معاكم على الصفحة عندي. كوبايتين من المية الساقعة او اللبن على كوباية كريم شانتيه وربع كوباية سكر بودر. لو الكريم شانتيه بتاعك محلى ما تحطيش سكر. وضربتهم كويس لحد ما بقت بالقوام ده. وهنا طبعا لازم اسقي الكيكة، اسقيها بايه؟ يا اما شربات خفيف اللي هو شربات الحلويات، يا اما بجيب نص كوباية مية وعليها معلقتين سكر وادوبهم. دي التسقية بتاعت الكيك. خلاص هجلسها بقى كده بالكريم شانتيه خالص لحد ما اغطيها خالص. ادي اول طبقة، ومش هسيبها طبعا كده، هحط طبقة تانية بس هسيبها ترتاح شوية في التلاجة. الطبقة التانية هي نفس الكريمة، بس اللون بتاعها حطيت الوان طعام جل او بودر اللي متوفر عندك. حطيت سنة صغيرة جدا احمر، لو عندك اللون الوردي حطي اللون الوردي. برضو جلستها كده، هسيبها برضو في ما بين كل خطوة وخطوة لازم تريحي التورتاية بتاعتك عشان الكريمة تشد كده في التلاجة. وجيت هنا عملت روزيتات كبيرة شوية، يعني الشكل الوردة ده اختاري طبعا الشكل اللي انت عايزاه بالقمع بتاعك. غمقت سنة لدرجة، يعني شايفين الدرجة غمقت سنة برضو عشان يبقى في فرق ما بين التجليس اللي تحت والروزيتات اللي فوق. وحبيت ازينها كده بالكريز، لقيت اللون حلو جدا، او الشوكولاتة البيضاء لقيت دي لايقة اكتر. خلاص، وهاجي بقى من الجناب هنا او من تحت هغطي برضو التورته كده من الجنب بوردات، بس وردات اصغر وروزيتا تانية، وزي ما انتوا شايفين بالظبط. انا كنت هعمل من تحت كده بس، ومن الجناب هحط شوكولاته. غيرت فكرتي خالص وقلت لا، انا هغطيها كلها بالورد. مش عايزه اقول لكم يا جماعه، الشغل في التورت متعه متعه. انا كنت هعمل حاجه تانية خالص، لقيت نفسي بعمل الشكل ده. معرفش ازاي، على اخر لحظه كل حاجه بتتغير، وطبعا ده بيرجع للذوق. الارضيه هنا حسيت ان هي مش متساويه، بشرت كده شويه شوكولاته بيضه وحطيتهم برضو بحيث ان الشكل يبقى كويس. او خلاص، ودي كانت اسهل تورتايه، تزيين تورتايه طبعا للبنات، طبعا بما ان هي بامبا. خلاص، وطريقه سهله جدا وحلوه جدا، وهكتب لكم كل المقادير بتاعه الاسبونج ان شاء الله. وهتطلع ناجحه معاكي، وما تخافيش يعني، حاولي وما تخافيش، ما تقوليش دي التورتايه دي لا انا مش هعرف اعمل. لا، ان شاء الله هتعرفي. هنا في الاخر بقى وانا بزينها، انا حاسه ان انا بزوق واحده. من شكلها انا حاسه ان انا بزوق حد. جه عندي لولي هنا فضي. فاكرين اللولي ده كنا بنحطه زمان على الغريبه، بيتاكل طبعا. حطيت اللولي كده، نطورته كده حاجه بسيطه جدا يدي لمعه كده وشكل، وده الشكل النهائي بتاعها. ويا رب يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم لايك وشير للفيديو. والف شكر، باي باي.